واحدة. وكأس مصر واحدة على حساب الزمالك في المباراة الشهيرة. وانتهت علاقة الدكوتي من النادي الأهلي موسم 79-80، والأهلي أول بطولة إفريقية حصل عليها سنة 1982، وحصل عليها جميل عثمان مع الأهلي. تساوى كل من كولر وحسام البدري في البطولات مع النادي الأهلي، وحصل كل منهم على 9 بطولات. ثم لبيب محمود حصل على 8 بطولات، وحقق محمود الجاري 6 بطولات. وكل من توكوش والسوبل وهولمان وموسيماني 5 ألقاب، وألان هاريس 4 ألقاب. وكل من فرتيز وفايتر 3 بطولات. مدربين الأهلي على مدار التاريخ: جميل عثمان، كابتن مختار التتش، محمود لبيب، حسين الفار، محمد الجندي، مصطفى منصور، فؤاد صدقي، أحمد مكاوي، عبد صالح الوحش، عبد العزيز امامي، فؤاد شعبان، كيرتسيوس، تيمريز، تيكو توفيق كوش، جون ماكيد، كيوبيسا، تولوشيتس، هورو فايتسا، ناديتش، وكالتشاي، ودور ريفي، السايس، الشيخ طه اسماعيل، وكابتن انور سلامة، ومايكل ايفرت، وشوقي عبد الشافي، اسماء كتير، وهانس مورجان، وجوزيه، واوليفيرا، وفنجادا، وحسام البدري، ومحمد يوسف، وفتحي مبروك، وجريدو، ومارتن يول، وكارتيرون، ولاسارتي، فايلر، موسيماني، يسيرو، سواريش، كولر، عماد النحاس، ريبيرو، عماد النحاس مرة تانية، أخيرا يستروب، ومعه ابن الأهلي الشاب عادل مصطفى. وعلى أول مرة في تاريخ متهيألي إفريقيا أو في العالم تجد جهاز فني مكون من 5 جنسيات، هو الجهاز الفني ليستروب. أكتر من 4 جنسيات أو 5 جنسيات. ها هو تاريخ وإنجازات المديرين وأسماء المديرين